مفيش إجراء أنا ما بعملوش بنفسي. شو أكتر إجراء تحب تعمله بنفسك لأنه يعطيك شعور بالإنجاز؟ مفيش إجراء أنا ما بعملوش بنفسي. تمام، يعني مم. كل حاجة دايما أقول عشان تبقى شاطر ناجح، او مش حابب اقول قائد شاطر والكلام ده، انا ما بحبش الكلام كبير، ولكن عشان تبقى ناجح قوي ومقنع للناس اللي بيشتغلوا معاك. انا بشتغل معايا تيم حوالي مثلا بتاع ما يزيد عن 50 او 60 بني ادم، لو حسبت كل الديبارتمنتس، يعني منهم ناس انا ما اعرفهمش، انا شفتهم في الشارع ما اعرفهمش قوي لان هم بعاد، وانا بحترم التخصص، ولكن ان انت تقدر تعمل كل حاجه اي حد في التيم بتاعك يعرف يعملها. ليا دايما كلمه كده اقولها بهزر فيها دايما مع الاطباء اللي معايا لهم، او التيم اللي معايا، يوم ما اعرفش اعمل حاجه انتوا بتعملوها ابطل الشغلانه. يعني لازم، ما فيش حد، لازم كل حاجه يو كان دو بقى. انت بتسيبي اللي حواليك ولازم تحترمي رايهم. اكتر واحد ياخد راي الناس اللي بيشتغلوا معاه انا. ممكن في الاخر اسمع مليون راي وانفذ رايي في الاخر، ده طبيعتي انا، مش في كل الاحوال، ولكن ولازم تدينهم مجالهم واحترامهم وتفكيرهم وتقديرهم، وممكن يكونوا هم بيعملوها باحترافية وبيعملوها شطار جدا فيها. وممكن لهم وجهة نظر أخرى. ولكن على الاقل لازم اقصد بالكلمة اللي انا بقولها انت تبقى فاهم عشان تعرف تتكلم معاه، تبقى فاهم وتعرف تعمل كل حاجة هو بيقدر يعملها.